السلام عليكم يا اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في واحد الفيديو، واحد السؤال ما يمكنش ما يكونش طاح لك في بالك: واش الفلوس كتشري السعاده؟ واش الفلوس كتخلي بنادم فرحان؟ بطبيعه الحال انا طاح لي هذا السؤال في راسي، ومشيت اسيتي قلبت في الانترنت ولقيت شي حوايج اللي انتريستين، حوايج اللي فريمون مثيرين للاهتمام، وقلت اودي علاش ما نديروش واحد الفيديو ونشوف الراي ديالكم نتوما وشنو تقولوا في هذا السوجي هذا. في نظرك واش الفلوس كتشري السعاده ديال بنادم؟ خليك حتى الاخر ديال الفيديو غتعرف، لانه الجواب معقد فريمون مرون، خصك تفهم بزاف ديال الحوايج باش عاد تعرف الجواب. انا ما نقدرش نقول لك واش هو ولا لا من الديبار. تبع معايا حتى للتالي ونشوفوا شنو كاين. هو الصراحه الفلوس عندها واحد الدور كبير في السعاده ديال بنادم، ولكن التاثير ديالها ماشي مباشر. الفلوس ما كتاثرش مباشره عليك انت، انما كتاثر بطريقه غير مباشره. الفلوس كتعاونك تغطي الاحتياجات الاساسيه ديالك، الاحتياجات الاول بحال الماكله والشراب، بلاصه فين غتنعس، ووسائل التنقل ووسائل الراحه. هادو حوايج ضروريين يعني في الحياه ديال الانسان. ما كانش عندك الفلوس ما غتعيش مزيان، وبالتالي ما غتكونش فرحان، ما غتكونش سعيد في حياتك. ما كانش عندك بلاصه فين تنعس، ولا ما كان عندك مشكل باش انك تخلص الفلوس ديال الكريه، بطبيعه الحال ما غتكونش فرحان، بطبيعه الحال غادي تكون تعيس في حياتك. نفس الشيء بالنسبه للرعايه الصحيه ولا الامن. الا ما كانش عندك فلوس باش غداوي راسك ولا باش غداوي شي واحد من لافامي ديالك اللي عزيز عليك، بطبيعه الحال ما غتكونش مزيان، بطبيعه الحال ما غتعيش مرتاح. هادو حوايج يعني اساسيين. نقدروا نقولوا في هذه اللحظه بان الفلوس كتشري السعاده ديال بنادم في هذه الحوايج. الا كان الواحد كيعاني ماديا ولا ماليا وما يقدرش يوفر هاد الضروريات، بطبيعه الحال غادي يعاني من التوتر وغادي يعاني من القلق، وهذا القلق غادي يخليه يعيش واحد الحياه اللي ماشي حتى تما، ويخليه ديما كاره وماشي فرحان في حياته. الا كان عندك استقرار مالي ولا كان عندك ما يكفي من المال باش انك تعيش مزيان في حياتك، هادشي غادي يقلل لك من التوتر، وبالتالي غادي يخليك تعيش واحد الحياه اللي مزيانه، ويخليك تركز على حوايج اللي اكثر اهميه بالنسبه لك، واللي غادي يعني يكون عندهم تاثير اكبر على السعاده ديالك. من قلبت في الانترنت لقيت بزاف ديال الابحاث، بزاف ديال الدراسات كيقول لك انه من هذوك الناس اللي كيعيشوا من صالير لصالير او اللي كيكافحوا باش يغطيو هذه الاحتياجات الاوليه، الا زدنا لهم في الصالير واحد 20% ولا 30%، غادي فريمون يكون عنده واحد التاثير كبير على السعاده ديالو. الا بنادم يقدر انه يلبي الاحتياجات الاوليه ديالو، كان عنده يعني واحد الصالير مزيان باش ياكل مزيان ويسكن في واحد البلاصه اللي مزيانه، ويكون عنده الترونسبور باش يتحرك مزيان، وعنده الرعايه الصحيه وعنده الامن وكل شيء، الا هادشي كامل لباه وزاد الصالير، واش غادي ديك الزياده في الصالير غادي يكون عندها واحد التاثير على السعاده ولا لا؟ قلبت في الانترنت شنو لقيت واحد الابحاث كيقول لك اودي بمجرد ان الواحد غيوصل لواحد الصالير معين اللي غادي يخليه يعيش واحد الحياه اللي مستقره، اي دولار او اي 10 دراهم مغربي ما غيكونش عندها تاثير كبير على الرفاهيه ديالو وعلى السعاده ديالو. بمعنى ان الفرق ما بين انك تاخذ 20 مليون في العام و50 مليون في العام فرق كبير، لان راه كاين واحد ديفيرونس كبيره ما بين 20 و50 مليون 30 مليون، راه كتعطيك واحد الفرق كبير. ولكن ننتقلوا من 100 مليون في العام او 100,000 دولار ل 200 مليون في العام او 200,000 دولار، ما عندهاش نفس التاثير اللي كان في الاكزامبل الاول، يعني من 20 ل 50. واحد الدراسه اخرى كتقول لك اودي انه الرفاهيه العاطفيه او يعني السعاده ديال بنادم او واش غيكون اليز في حياته ولا لا كتحسن مع الصالير، ولكن حتى نوصل واحد الصالير معين من بعد داك الصالير ما كاينش شي تاثير كبير. هاد الصالير حدوه ب 75 مليون في العام، يعني الواحد كيوصل ل 75 مليون في العام واخا تزيد له في الصالير ما غيأثرش بزاف على السعاده ديالو ولا على الفرحه ديالو، لانه ديجا ملبي الاحتياجات الاوليه ديالو. يعني واخا تزيد له الفلوس، ديك الفلوس ما غتاثرش بنفس التاثير اللي كانت غتاثر من قبل وكان عنده غير 20 مليون في العام ولا مثلا. جو سي با واش فهمتوني ولا لا؟ نعطيك مثال: الا كنت عطشان باغي تشرب الماء، تشد الكاس ديال الماء، هذيك الجغمات الاولين اللي غتاخذهم، دوك الرشفات الاولى اللي غتشربهم، فريمون غيكون عندهم واحد التاثير كبير، سي فري ولا لا؟ ولكن اون فوا يعني تروي العطش ديالك ما غيكونش التاثير ديال ديك الماء اللي غادي تشربه من بعد ما غيأثرش بنفس المقدار اللي اثر من قبل. يعني واخا تعيا ما تزيد تشرب في الماء ما غيأثرلكش على العطش ديالك بالمقارنه مع في الاول. نفس الشيء كينطبق، لان بمجرد انك كتروي او كتلبي الاحتياجات الاساسيه ديالك ووسائل الراحه الخاص، يعني الزياده في المال ما غيكونش عندها نفس التاثير. هادشي ما كيعنيش ان الفلوس غتوقف على الاهميه من بعد واحد الدخل معين، من بعد واحد الصالير معين، او من بعد واحد النقطه معينه، ولكن يعني بان حوايج اخرين هما اللي كيلعبوا دور في الرفاهيه ديال بنادم، في السعاده ديال بنادم في الدنيا. وهاد الحوايج هما
يقدروا يكونوا العلاقات ديالك مع والديك، العلاقات مع صحابك، كيفاش كتنفق ديك الفلوس اللي عندك، وبزاف ديال الحوايج اخرين. حاجه اخرى، السعاده ديال البنادم ما كتعلقش بالصالير ديالو اولا شحال كيدخل في العام، وانما ايضا كتعلق بكيفاش كتقارن راسك مع الناس الاخرين. مثال عندك جوج ديال الناس عندهم نفس الصالير، واحد فرحان عايش بخير عاجبه هذاك الفلوس، والاخر كاره ما عجباش الدنيا، واخا ما شنو ديما تعيد ما عجبه والو. علاش؟ هذاك الاولاني ما كيقارنش راسو بالناس، ما كيهموش الراي ديال الاخرين، ما كيقولش اودي انا هذاك كيخلص اكثر بيا، او هذاك عنده فلوس اكثر بيا، او هذاك كذا او هذا كذا. علاش؟ هذاك الاولاني راه فرحان. اما الزوج كيبقى يقارن راسو مع جارو، مثلا هذا السيد كياخذ 60 مليون في العام ولكن جارو كياخذ 100 مليون في العام. هذا علاش راه كاره؟ لانه كيبقى يشوف جارو كيقول اودي شوف انا جاري كياخذ 100 مليون في العام وانا كناخذ غير 60 مليون في العام. علاش كتبقى تقارن راسك هكا؟ ما غاديش تكون مزيان في حياتك. واخا انت عندك يعني واحد المال ما يكفي باش تعيش مزيان وتعيش بخير، ولكن هذيك المقارنات هي كتخليك تعيش واحد الحياه ماشي حتى تما. كما قلت من قبل، ماشي غير المقارنه هي اللي كتلعب دور في السعاده ديال بنادم، وانما حتى الحوايج اخرين بحال العلاقات ديالك مع صحابك، العلاقات ديالك مع والديك. الا ما كانوش العلاقات ديالك مع والديك مزيانين بطبيعه الحال، واخا ما شنو يكون عندك ديال الفلوس ما غتكونش مزيان في حياتك. الا ما عرفتش كنت عايش بوحدك، ما عندكش صحاب، ما عندكش شي واحد اللي يبغيك، ولا انت شي واحد اللي تبغيه واللي تفوت مع الوقت مزيان، بطبيعه الحال واخا يكون عندك ما شنو يكون عندك ديال الفلوس ما غاديش تكون مزيان في حياتك. علاش؟ لان السعاده ديال الانسان ماشي دائما مرتبطه بالفلوس اولا شحال كتدخلها اولا هذه، وانما حوايج اخرين كيأثروا. كما قلت لك من قبل، بنادم كيوصل لواحد الصالير ديالو 100 مليون في العام ما كيحسش براسو فرحان. علاش؟ لانه كاين حوايج اخرين حتى هما كيلعبوا دور، لانه ديجا ملبي احتياجات الاوليه ديالو. حاجه اخرى، كيفاش كتخرج هاد الفلوس اللي عندك؟ واش كتجمعها وكدسها في البنكه ما كتخرجهاش تبقى ديما داسها تجمع فيها، ولا كتشري بها ما عرف شنو، كتشري بها الوطا غاليين، اولا كتشري الديور وكتشري حوايج اللي عندهم ثمن طالع، اولا كتسافر بها، ولا كتحوس بها، اولا كتمشي تعاون بها الناس، اولا هادشي حتى هو كيلعب دور كبير. الاسئله اللي تسولت الناس اولا الابحاث اللي داروا على الناس لقاو بانه الناس اللي كيعاونوا الاخرين، الناس اللي كيمشيو يديروا تبرعات خيريه، اولا كيمشيو يسافروا، اولا كيعاونوا لا فامي ديالهم، او كيعاونوا صحابهم، او كيعاونوا شي واحد اللي قريب ليهم، كيكونوا اكثر رضا على الحياه ديالهم واكثر سعاده من هذوك الناس اللي كيجمعوا الفلوس كيدسوها في البنكه، اولا كيبقاو يشريو بها الوطا ما نعرف كي دايرين، ولا يشريو بها الديور، اولا غير حاطينها في شي قنت وما كيستغلوش ديك الفلوس. يعني التاثير ديال المال مرون ومعقد ومخرخر، ما يمكنش غادي نقولوا بانه الفلوس تقدر تخليك فرحان ديما، اولا الا كان عندك بزاف ديال الفلوس راك غادي تكون فرحان، اولا كذا ولا كذا. جوج ديال الناس عندهم نفس الصالير، واحد فيهم يقدر يكون عايش بخير وراضي على الحياه ديالو وفرحان وعاجبه الدنيا وكل شيء، وواحد اخر حتى هو عنده نفس الصالير يقدر يكون كارح ديبريمي ما عجباش الدنيا. هادشي كيخلينا نفكروا بانه الفلوس عندها واحد الدور في السعاده ديال بنادم، ولكن حوايج اخرين حتى هما مهمين. كخلاصه لهذا الفيديو، كاجابه على السؤال اللي سولناه في الاول، واش الفلوس كتخلي بنادم سعيد؟ واش الفلوس كتشري السعاده ديال بنادم؟ الفلوس واحد الحاجه اللي مزيانه في الدنيا، ولكن ماشي واحد المصدر نهائي ديال السعاده. يعني الا ما كانتش الفلوس ماشي ضروري انه ما غاديش تكون فرحان في حياتك، وانما كاين حوايج اخرين اللي غادي يخليوك فرحان. انك تبقى تحاول ديما يكون عندك صالير طالع او اللي تكون مليونير او لا ملياردير، يقدر ما يكونش عنده تاثير كبير على السعاده ديالك. يعني واخا تولي ملياردير ولا ما شنو ما غتكونش فرحان في حياتك. علاش؟ لانه يقدر ديك الطريقه باش تخدم بها ديك الفلوس ما غتاثر لك السعاده ديالك كيف ما قلت من قبل. فلوس عندك حوايج اخرين اللي هما العلاقات ديالك مع والديك، العلاقات مع الاشخاص اللي عزاز عليك، وكيفاش تخرج ديك الفلوس وكيفاش كتستغلها حتى هما غيأثروا لك على السعاده ديالك وعلى الرضا ديالك. عطونا الراي ديالكم، ونتمنى الفيديو يكون عنده واحد الميساج للناس اللي راهم كيجمعوا في الفلوس كيكدسوها ما كيعاونوش بها الناس. حاول انك تفرح واحد العائله او تفرح حتى راسك، ماشي ضروري انت انك غادي تجمع الملاير في البنكه وغادي تكون فرحان. لا، الا خرجت غير واحد 1% خرجت عاونت به الناس راك غادي يقدر يخليك فرحان اكثر من انك تبقى داس ديك الفلوس في البنكه وما تستغلهاش في حوايج اللي مزيانين. ونتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.